انت تعرف ان لو حصل زلزال مش الانسان هو اول واحد بيحس بيه، ولا حتى جوجل اللي على تليفونك، في كائنات تانية بتحس قبلنا كلنا. بس مين هما؟ كوباية الكابتشينو وركز مع بيطرينو. السر في ان الحيوان يقدر يعرف ان في زلزال ولا لا، ان الزلزال بيساعده. الزلزال بيطلع نوعين من الموجات، سيرفيس ويفز وبادي ويفز، بس المهم عندنا هي البادي ويفز اللي بتتكون من نوعين. النوع الاول هي البرايمري ويفز او الموجات الاوليه. الموجات الاوليه دي بتبقى موجات سريعه طالعه من بؤره الزلزال ده، بتطلع على شكل تضاغطات وتداخلات في طبقات القشره الارضيه، ودي بتبقى بسيطه ولطيفه لدرجه ان الجهاز العصبي عند الانسان ما يقدرش يحسها. النوع الثاني هي السكندري ويفز او الموجات الثانويه. الموجات دي بتطلع بعد على طول البرايمري ويفز، ودي بتكون قويه على شكل عمودي، ودي اللي بتسبب الحركه الرئيسيه للزلزال. طب السؤال برضو، الحيوان بيحس بيها ازاي؟ السر في النيرفس سيستم او الجهاز العصبي للحيوان. الجهاز العصبي للحيوان بيبتدي ان هو يلقط البرايمري ويفز اللي هي ضعيفه، فبيبتدي ان هو يحس بالزلزال قبلنا، فبيبتدي ان هو يصرخ يتوتر او حتى يحاول انه يهرب، وبيحس قبلنا بثواني او دقائق. يعني الخلاصه ان الحيوان مش بيتنبأ بالمستقبل ولا حاجه، لكن ربنا مميزه بجهاز عصبي لقط الحركات الاوليه.